طب ايه اكبر التحديات اللي هتقابلني لو انا عايز ادخل مجال البرمجة؟ طيب، في تحدي منهم اللي بيواجهك لما بتدخل اي مجال جديد، الا وهو ان انت تحس ان انت تايه. طب هو انا هوصل لفين؟ هو انا هعرف اعمل كل ده؟ التوهان ده طبيعي جدا في الاول، تقبله عشان تقدر تستمر. طب ايه اكبر خطأ انا ممكن اعمله وانا ببدأ في مجال البرمجة؟ تستعجل على النتائج وتهمل الاساسيات. لو اهملت الاساسيات، ودي بشوف شباب كتير جدا بيعملوها، ان انا باجي في الاول اقول طب ماشي، ممكن اعدي دي، ممكن ما ذاكرش الموضوع ده، لا هسيبه بعدين. لا، انا بقول لك ذاكر الاساسيات كويس، لان بعد كده مش هيبقى عندك فرصه ترجع تذاكر، هيبقى مطالب بالنتائج فورا. في البدايه وانت شغال مش لازم تفهم كل الاساسيات دي هتعمل بيها ايه، بس اسس نفسك صح، لان قدام التعديل هيبقى صعب معاك. ساعات كده والواحد شغال بيشوف ناس اقوى منه بكتير، وده بيسبب حالة من الاحباط. طبيعي. اعدي الحالة دي ازاي او اتجاوزها ازاي؟ ما تقارنش نفسك بحد، مالكش دعوه باي حد، وخلي بالك كل واحد طريقه مختلف عن التاني. نوع المشاريع اللي انا تعرضت لها غير نوع المشاريع اللي انت تعرضت لها. الجهات اللي انا ربطت معاها غير الجهات اللي انت ربطت معاها. المدير اللي اشتغل معايا غير المدير اللي انت اشتغلت معاه. الشركات اللي انا اشتغلت فيها بتشتغل بطريقه، والشركات اللي انت اشتغلت فيها بطريقه، فبالتالي مستحيل تجربتنا تكون متساويه. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد فينا ليه طريقه. ولكن تاني، اللي دايما باكد عليه، اعرف انت ناقصك ايه بالظبط، واشتغل على ان انت تكمله.